السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مفاجأة كبيرة انتشرت يوم أمس عبر مختلف المواقع الرياضية، والتي أكدت بأن المهاجم الشاب صاحب الأصول الجزائرية أمين مسوسة بات قريب جدا من الانتقال للعب بالدوري الجزائري، وهو الأمر الذي يراه محبي الساحرة المستديرة بأنه يعتبر تحدي كبير ومغامرة في نفس الوقت بمسيرته الاحترافية، خاصة وأن هذا اللاعب الشاب كان يتنبأ له بالانتقال للعب في أقوى النوادي الأوروبية مستقبلا. وقد أكدت ذات الأخبار بأن إدارة مولودية الجزائر تتواجد حاليا في مفاوضات جد متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب، وقد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، مع العلم بأن هذا اللاعب الشاب سبق له التألق في صفوف نادي ليل الفرنسي في مختلف الفئات العمرية، حينما شارك معه في 67 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 37 هدف وصناعة 4 أهداف أخرى. كما سبق له تمثيل المنتخب المغربي في مباراة واحدة مع فئة أقل من 17 سنة تمكن خلالها من تسجيل هدف. كما سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي لفئتي أقل من 18 و 19 سنة في 8 مباريات تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف. وقد سبق للمهاجم أمين مسوسة أن أعلن في وقت سابق بأن حلمه هو تمثيل المنتخب الجزائري الأول خلال المواعيد القادمة، خاصة وأن أصوله جزائرية من جهة الأم، وبإمكانه تغيير جنسيته الرياضية واللعب مستقبلا في الجزائر. سلام.